حمادة هلال فنان عبر عن شخصيته بالأدب، بالأخلاق، بالاحترام، بالتواضع. فتبص تلاقي كرم ربنا كبير عليه، بدون بقى حملات وبدون لجان وبدون صفحات. المسلسل بتاعه في حتة تانية، قصة تانية، موضوع تاني، إيه، حاجة لوحده على جنب كده. أحمد مكي فنان محترم، إيه، فاهم يعني إيه رسالة الفنان، إيه، قادر يخدم نفسه ويخدم الشخصيات اللي حواليه إن هم ينجحوا، قادر يقدم محتوى كل سنة تغيير من جلده. كل يوم في رمضان بتلاقيه ترند بلقطة جديدة، خصوصا اللقطة دي اللي خلتني اتكلم عن الكبير الوفاء، وانك اوعى تنكر فضل حد كان في حياتك هو كان نسبة نجاح ليك. ده احمد مكي. فنان احمد عيد. احمد عيد انا بشوفه من الفنانين اللي اتظلموا فنيا. ليه؟ حصروا في دور الكوميديا، إيه، مفيش اعمال كتير، إيه، ما عندوش ابتذال، إيه، دوره اتحدد في وسط ان احنا عندنا حاله من الاكتئاب، ما عدناش بنضحك بسهوله. فالراجل رجع لك السنه دي بطريقه مرعبه، حاجه كده. ده فنان، ده خلاص، ده يعملوا له 16 نجمه، ده ما تدروش اي حاجه، نجوم، ده نجوم نجوم. ده لك شخصيه الصعيدي الشرير، مفيش افوره، مفيش الكلام ده يا ابوي، مفيش. راجل قدم لك دور فني محترم، قال لك الفنان يقدر يجسد اي دور هو يقدر يقدمه بطريقه مظبوطه. دول اهم 3 فنانين انا شايفهم من وجهه نظري في رمضان السنه دي.